فاكر لما وقفت على جبل عرفات واحرمت كان في فرق بينك وبين اي واحد من عباد الله اللي حرموا جنبك؟ يا سعاده الباشا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم مش اغناكم. مساء الخير. للوهلة الأولى ممكن تفتكر سليمان نجيب باشا من باشوات مصر، أو وزير من حقبة ما قبل يوليو، أو أي شخص مسؤول ممكن يكون عدى عليك في فيلم من الأربعينات أو الخمسينات اللي كلنا شفناها وحبيناها وعرفنا مصر من خلالها. سليمان بيك نجيب واحد من أهم أعمدة السينما والمسرح في مصر خلال الثلاثينات والأربعينات. باشا بحقه حقيقي، طلة أرستقراطية مميزة وحضور طاغي على شاشة السينما وعلى خشبة المسرح، أسلوب راقي في التمثيل وبره التمثيل، وقبل كل ده حسب ونسب. لو فاكر فيلم غزل البنات آخر أفلام نجيب الريحاني قبل ما يرحل عن عالمنا، قدم سليمان نجيب واحد من أشهر وأمتع مشاهد السينما المصرية لما جسد سليمان نجيب شخصية الباشا أبو ليلى مراد، واللي كان عاوز مدرس لغة عربية خصوصي لبنته المدللة، فالقدر بيختار الأستاذ حمام اللي قدمه نجيب الريحاني علشان يكون هو المدرس ده، ونعيش مع بعض تفاصيل واحد من أجمل وأرق أفلام السينما المصرية على الإطلاق. شخصية سليمان نجيب ما كانتش بعيدة في ظاهرها عن شكل الباشا في الفيلم ده، وده اللي هنكتشفه لما نتكلم أكتر عن سليمان نجيب. لو أول مرة تشوفنا فيها وعايز تعرف أكتر عن بشوات وملوك الفن، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو ونعرف قصة سليمان بيك نجيب. سليمان نجيب ابن عيلة كبيرة قوي. أبوه مصطفى نجيب كان أديب ومفكر، وخاله أحمد زيور باشا. وطبعا لما أقولك عيلة كبيرة تعرف على طول إنه من بيئة بترفض إن أحد أبنائها يكون مشخصاتي أو ممثل، فإزاي بقى واحد من عيلة زي دي كلها بشوات يطلع ممثل في الآخر؟ نجيب اتولد في 1892 وتربى تربية تليق بمكانة عيلته الكبيرة، ولما كبر درس في كلية الحقوق. في الوقت ده سليمان نجيب وقع في غرام الفن، وطبعا احنا بنتكلم في العشرينات، يعني فترة ذهبية للمسرح المصري. ومع كل الحب ده من سليمان للفن، إلا إنه بيشتغل في بداية حياته في شغلانة محترمة في وزارة الأوقاف، وبعدها في وزارة العدل، وفضل يترقى في السلك الوظيفي لحد ما وصل إنه يكون قنصل في السفارة المصرية في إسطنبول بتركيا. إحنا بنتكلم عن شخصية إدارية تقيلة بالمعنى الحرفي للكلمة، وده اللي هيساعده بشكل كبير بعد كده لما يمسك مدير دار الأوبرا المصرية كثاني مصري ينال هذا الشرف بعد سنين طويلة كان المنصب من نصيب الأجانب اللي كانوا موجودين في مصر وقتها. سليمان نجيب ما كانش بيحب الفن وبس، لأ ده كمان كان مغرم بالكتابة، لدرجة إنه كتب في بداية حياته كتاب بيتكلم فيه عن الناس اللي تسلقت على أكتاف ثورة 19 والشخصيات المنافقة والانتهازيين في الوقت ده، وسمى الكتاب مذكرات عربجي. وبالمناسبة الكتاب موجود ومتاح لحد دلوقتي على مواقع الإنترنت. مش كده وبس، سليمان نجيب كان مقرب جدا من شخصيات مهمة وليها وزنها وثقلها السياسي زي المناضل المصري مصطفى كامل. بعد الرحلة الوظيفية اللي خاضها سليمان نجيب بيتوجه لحلمه أخيرا المسرح، وخلال فترة شغله في الفن قدم أكتر من 40 مسرحية. ولما أضواء السينما بدأت تنور في مصر كان سليمان نجيب من أوائل المبدعين اللي اشتغلوا في السينما، مش بس في التمثيل، لأ ده تمثيل وتأليف وإنتاج، وخد عندك دي وكمان التصوير، يعني شخص متعدد المواهب. في الثلاثينات بيتم تعيينه كمدير لدار الأوبرا المصرية، ووقتها انت بتتكلم عن أوبرا عظيمة قدمت أعمال أعظم، لأن المنطقة العربية وقتها تقريبا ما كانش فيها مؤسسات زي دي بتقدم الفنون اللي بتقدمها الأوبرا في العالم كله. موهبة سليمان نجيب في إدارة الأوبرا لم تكن أبدا أقل من موهبته في التمثيل أو التأليف، فقدر إنه يطور في فنون الأوبرا المختلفة، وقدر كمان إنه يديرها باحترافية شديدة علشان بعد فترة قصيرة يمنحه الملك فاروق البكوية، أو زي ما بيقولها المصريين البهوية، فبقى سليمان بيك نجيب. خليني أقولك إن اسم سليمان نجيب على تترات الأفلام ما كانش بيتكتب إلا سليمان بيك نجيب.
شخصية سليمان نجيب وطلته في الأفلام كانت دايما بتميزها خفة الظل والروح المرحة، لكن الأهم إن الشخصية دي كانت هي شخصيته في الحقيقة. يعني ما كانش عايش الدور على زمايله وعلى المخرجين باعتباره بقى بيه ابن باشا، لأ، ده كان أبسط من كده بكتير. زي ما بنقول بلغتنا كده، كان فرفوش. سليمان نجيب كان ليه تأثير كبير على مسيرة كتير من نجوم ونجمات السينما وقتها، وده ليه أسباب كتير، أهمهم إن عينه كانت حلوة. مش قصدي يعني عينه ملونة، لكن المقصود هو قدرته على اكتشاف المواهب بعين الخبير. سليمان نجيب كان واحد من اللي رسموا خريطة طريق تحية كاريوكا في الفن، وده لأنه كان بيعتبرها زي بنته، وليه تأثير كبير على مشوارها الفني، لدرجة إن الكاتب الكبير صالح مرسي بيقول في مذكرات كاريوكا بالنص: علاقة تحية بسليمان نجيب ذلك الفنان العظيم الذي كان مديرا للأوبرا علاقة من نوع خاص، حيث كان بمثابة الأستاذ أو المؤشر أو المكتشف الذي اكتشف خامة الفن في هذه الفنانة، فتعهدها بالرعاية منذ اللقاء الأول. صالح مرسي بيقول كمان إن سليمان نجيب كان بيشتري لتحية كتب علشان تقراها وتثقف نفسها، ولما تقف قدامها حاجة كانت تروح تسأله وتناقشه. كمان سليمان كان أول من رشح تحية كاريوكا علشان ترقص في إحدى حفلات الملك فاروق، وفعلا وافق القصر على هذا الترشيح. لكن علشان نفهم أكتر طبيعة العلاقة بين كاريوكا وسليمان نجيب، بيقول صالح مرسي إنه من كتر ما الاتنين قربوا من بعض، تحية شالت التكليف خالص، وكانت ساعات تهزر مع سليمان هزار تقيل شوية ما يليقش أبدا بشخصه، لكن هو كان بيحبها وبيحب هزارها معاه، لدرجة إن أخوه حسني نجيب واللي كان وقتها مدير استوديو مصر كان بيتضايق جدا إنها بتعامله بالطريقة دي، وفي مرة من المرات انفجر فيهم ونهارهم بسبب طريقة هزارهم مع بعض. بعدها حاولوا يتعاملوا مع بعض رسمي علشان حسني ما يتضايقش، لكن بعد 3 أيام محدش منهم استحمل الرسميات ورجعوا يهزروا مع بعض عادي. مش تحية كاريوكا وبس اللي سليمان نجيب كان ليه فضل عليها، عندك كمان الفنان العظيم جميل راتب، واللي بيقول إن سليمان نجيب كان أول واحد يرشحه إنه يمثل في فرق مسرحية في فرنسا، لأنه كان شايف فيه موهبة استثنائية. سليمان نجيب كان إنسان استثنائي، إنسان بحقه حقيقي، بعيدا بقى عن أضواء السينما وجمهور المسرح والرسميات، لدرجة إنه يقال عنه إن الخادم بتاعه كان عنده 3 أولاد، تكفل سليمان نجيب بمصاريفهم وتعليمهم وكمان علاجهم لما كان حد منهم بيتعب، وكان عادي إنهم يقعدوا ياكلوا معاه على نفس الترابيزة وكأنهم هم أصحاب البيت. في سنة 55 وقبل وفاته، سليمان نجيب أصر إنه يقابل الزعيم جمال عبد الناصر، وبعد محاولات وإلحاح كتير بينجح فعلا سليمان نجيب إنه يقابل الزعيم علشان يعزمه على مسرحية المشكلة الكبرى، باعتبارها آخر ما سيقدمه سليمان للفن، لأنه كان بينوي الاعتزال بعدها. الغريب إن جمال عبد الناصر فعلا لبى الدعوة وحضر المسرحية علشان يكون سليمان نجيب في قمة سعادته بحضور عبد الناصر، وكأنه كان بيودع الدنيا بهذا المشهد العظيم، لأن اليوم اللي بعدها بيرحل سليمان نجيب عن عالمنا بعد مسيرة مميزة في السينما والمسرح. ولما جمال عبد الناصر بيعرف خبر الوفاة، بيؤمر كبير اليوران صلاح الشاهد إنه ينوب عنه في تشييع الجنازة وإقامة سرادق العزاء والاتفاق على مصاريف الجنازة، زي ما بيحكي الشاهد في مذكراته. سليمان زي ما كتير من المصادر بتقول إنه أوصى قبل ما يموت إن عربيته تروح للسواق والمطبخ والسفرة للطباخ وباقي الأساس لدار الأوبرا المصرية. وبوفاة سليمان نجيب بيسدل الستار على فصل مهم جدا من تاريخ الفن المصري، وعن شخصية عظيمة أعطت للفن كما لم يعطيه أحد من قبل. وصلنا لنهاية الفيديو، لكن متعة الفن ما بتنتهيش، لسه في فيديوهات تانية لنجوم ونجمات مصر الكبار علشان نعيد اكتشافهم من جديد ونعرف أسرار وتفاصيل مختلفة عن حياتهم. ما تنساش تشترك في القناة علشان تكون دايما جوه الحكاية.